اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده طبعا هنعمل مع بعض طريقه جديده. طبعا هنعمل النهارده الهريسه الاسكندرانيه، ودي حاجه جميله جدا. ويلا دلوقتي هنقول المقادير بتاعتنا، وطبعا دلوقتي هنقول طريقه الهريسه بتاعتنا. معايا نص كيلو دقيق سميد او دقيق البسبوسه، يعني انتوا تروحوا للعطار تقولوا انا عايزه دقيق سميد او دقيق البسبوسه. يبقى نص كيلو دقيق سميد، مج كبير لبن، مج سكر، حوالي كوبايه الا ربع سمنه او زبده لو عندك، معلقه صغيره بيكنج باودر وواحده فانيليا، 2 معلقه كبيره دقيق، ومعايا فول سوداني لو عندك مكسرات زي ما انت بتحبي، عندك جوز الهند ماشي، عندك عين جمل بندق على حسب ما يكون ما عندك. تاني هنقول المقادير بتاعتنا تاني: نص كيلو دقيق سميد او دقيق البسبوسه، مج لبن، مج سكر، كوبايه الا ربع سمنه او زبده، معلقه صغيره بيكنج باودر، واحده فانيليا، 2 معلقه كبيره دقيق، وعندك فول سوداني او مكسرات زي ما انت عايزه، ونحط ذره ملح. يلا اول حاجه مع بعض هنحط ذره ملح، بسم الله. بعد كده هننزل بالدقيق، طبعا هننزل بالبيكنج باودر، هننزل بوحده الفانيليا، بعد كده بقى هنروح نجيب اناء فاضي ونشغله على البوتاجاز. ويلا مع بعض هوريكم برضه. طبعا انا جبت اناء فاضي ونزلت بالسكر، لازم نكرمله. اهم حاجه هنكون موطين النار على الاخر بحيث ان احنا نكرمل السكر بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهم حاجه ان احنا موطين النار على الاخر، السكر بتاعنا يتكرمل كده معانا. وبعد كده هنضيف بقيه المقادير بتاعتنا. اهم حاجه نوطي النار زي ما احنا اتفقنا عشان ما يتحرقش منك. زي ما انتم شايفين بدأ اهو، بص الكرمله بسم الله ما شاء الله، يعني بدأ يسيح معانا اهو. برضو هنستمر كده ونفضل نقلب فيه عشان ما يتحرقش مننا. طبعا زي ما انتم شايفين بدأ اهو معانا بسم الله ما شاء الله. طبعا نفضل نقلب فيه، ما يكونش النار عاليه برضو. براحته خالص، ونقف جنبه ونفضل نقلب فيه. زي ما انتم شايفين هو خلاص كرمل خالص اهو. بعد كده هننزل بالزبده او بالسمنه اللي عندك. مش شرط تكون سايحه لانها هي كده كده هتسيح من الكرمل بتاعنا. يا ريت تكون زبده، طبعا لما يكون زبده هتدي ريحه جميله جدا للهريسه بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين الزبده ساحت معانا بسم الله ما شاء الله عليها. بعد كده هننزل باللبن، هنعلي النار حاجه بسيطه وننزل باللبن، بس ناخد بالنا عشان طبعا مفيش حد يتعور. بسم الله عشان هو يدينا طرطشه زي ما انتم سامعين كده. بسم الله ناخد بالنا عشان محدش يتعور، ونعلي النار وما تخافيش. طبعا هي كده كده زي ما انتم شايفاها هتقفش معاكي عادي خالص وهتفك معاكي، بس اهم حاجه تكون بحذر. عشان محدش يتعور ولا يتلسع منها، بنعمل بحذر. هنفضل نقلب فيها كده ونوطي النار تاني عشان ما تفرش منك لحد ما تسيح القوام بتاعنا يكون كله سايح. انتوا شايفين الكراميل اهو، لازم نفضل نقلب فيها لحد ما تسيح. طبعا زي ما انتوا شايفين انا طفيت النار عليها وهي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده فكت اهو خالص. بعد كده هننزل بالدقيق والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه مع بعض، دقيق السميد يعني او دقيق البسبوسه، والفانيليا اللي احنا حطيناها والبيكنج باودر. يلا دلوقتي بسم الله
ننزل بالراحه كده ونديلها تقليبه. طبعا كل حاجه وهي سخنه. هننزل بالدقيق كله بالمقادير اللي احنا حطيناها مع بعض زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله عليها. هنقلبها تقليبه كويسه. طبعا هي سخنه مش هينفع ان احنا نمد ايدينا فيها خالص دلوقتي. زي ما انتوا شايفين هنفضل نقلب فيها كده بسم الله ما شاء الله عليها لحد ما الدقيق بتاعنا كله يختفي. دي هريسه اسكندراني، حاجه جميله جدا وهتعجبكم. طبعا بيبقى طعمها احلى من البسبوسه. كده الدقيق بتاعنا اختفى اهو زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى صينيه مدهونه سمنه بسيط كده، وبعد كده هننزل بالمقادير بتاعتنا يبقى انا دلوقتي جبت الصينيه مدهونه سمنه، وهنزل بالمقادير بتاعتنا دي اللي احنا خلطناها مع بعض. بسم الله. طبعا هي سخنه جدا لان الكراميل كان سخن جدا. بعد كده هنفردها في الصينيه بتاعتنا كده. هي يعني بص الفرده بتاعتها بسهوله جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هفضل افرد فيها كده. هي ما شاء الله بتتفرد بسهوله مش محتاجه حاجه يعني، بس احنا هنسويها اهم حاجه. واهم حاجه يكون انت مشغله الفرن قبليها بحوالي 10 دقايق. طبعا انا هحط المكسرات اخر حاجه. بسم الله. هنعمل كده نرشها كده. دي اختياري، لو انت عندك بندق لوز فستق زي ما انت عايزه، مش عايزاها خالص عايزاها ساده براحتك برضو. اهم حاجه بقى الخطوه اللي جايه، اهم حاجه لازم نضغط على المكسرات بتاعتنا كده بحيث ان هي تمسك في الهريسه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. نفضل نتك عليها كده بحيث ان هي تبقى كلها مساويه بعضها، والفول بتاعنا او المكسرات بتاعتنا تبقى موجوده فيها مظبوطه. بعد كده هندخلها الفرن وهنجهز لها الشربات. طبعا الشربات بتاعنا كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمون. تاني الشربات بتاعنا كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمون. طبعا انا مش هعمل معاكم شربات عشان انا عندي شربات بيبقى بزياده بعينه وعلى طول، طبعا بخليه متوفر عندي على طول يعني. تاني هقول لكم الشربات بتاعنا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على عصره ليمون، وبعد ما تدفع عليه ويستوي معاكي بنحط له 2 فانيليا. ويلا دلوقتي هروح ادخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله انا طلعتها من الفرن دلوقتي وهي طبعا سخنه جدا. ودلوقتي لازم يكون هي سخنه والشربات بتاعنا يكون سخن، يبقى البسبوسه سخنه والشربات بتاعنا يكون سخن. بسم الله. دي الهريسه طبعا زي ما احنا قلنا الهريسه سخنه والشربات زي ما انتوا شايفين. بصوا بيدخن ازاي، والشربات يكون سخن. واهم حاجه نغطيها عشان هي الهريسه بتاعتنا تشرب الشربات بتاعنا، يبقى احنا لازم نغطيها. وبعد كده هوريها لكم ان شاء الله اول ما يشربها. بصوا انا طلعت خرطه بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا عامله ازاي في منتهى الجمال ما شاء الله عليها، تحفه. الفيديو بتاعنا كان بسيط جدا النهارده، وشكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.